ما بين الزيرو والواحد، عوالي تاني. الوشوش شبه الوشوش، بس الحقيقة غياب. والصورة لو كدبت نفتح للنور 1000 باب. احنا معاد ميزان الحق في كفوف ايدينا، في زمن الزيف عقلنا سابق عينينا. نكسر شفرات الحياة ونكتب أكواب حلمنا، ونصح الضمير في عز نوم الدنيا، في عز نوم الدنيا. هاي ستودنتس، أنا مستر سعيد، وهكون النهاردة معاكم في أول يوم ليكم في قسم الحوسبة في الكلية. الأسماء اللي هنادي عليها بس تتجمع في القاعة إيه؟ وماله منفوخ كده ليه؟ محسسني إنه خريج هارفارد. آدم المصري، تاليا موافي، عبد الحميد الدكروري. دكروري وعبد الحميد؟ ده خارج من فيلم أبيض واسود ده ولا إيه؟ بليز يا جماعة، عيب كده. نسمع باقي الأسماء. ندى عماد الدين، ياسر الخربطلي. ده على أساس إن الخربطلي ده جاي من المستقبل. ده شكلها دفعة عسل، وهنشوف أيام عسل. هما الولاد كده دماغتهم صغيرة. أنا تاليا. وأنا ندى. هاي يا بنات، أنا بسنت. شكلك مش غريب، شفتك في حتة قبل كده. ممكن تكوني شفتيني على تيك توك أو إنستجرام. صح، عرفتك. انتي بسنت، أنا مش هنساك. بسنت عملت إيه؟ ده اسم حسابها على تيك توك، دي مكسرة الدنيا فيديوهات. أهلا بيكم، أنا دكتور رؤوف عميد الكلية. أنا عايز أرحب بيكم وأشرح لكم ليه أنتم كمجموعة بس جمعناكم. إدارة الكلية قررت تنشئ قسم متخصص للذكاء الاصطناعي، واخترناكم أنتم 10 من وسط 50 طالب اللي قدموا في قسم الحوسبة عشان تكونوا نواة القسم ده. يا وعسودة، فضحتك قربت. ممكن نعرف إشمعنى إحنا اللي تم اختيارنا؟ وهل لينا حرية إننا نرفض الانضمام؟ إحنا اخترنا 9 لأنهم من الأوائل على الجمهورية من الطلبة اللي قدمت في الكلية، وطالبة واحدة كانت الأولى على الإمارات من 2 وتخصصت في نفس المجال في كلية هناك، وقررت تنقل القاهرة وهتبتدي معاكم من الأول. من حق أي حد يرفض، بس أحب أقول لكم إن دي فرصة عظيمة، والكلية مخصصة موارد مش قليلة عشان التجربة تنجح وتكمل. وبعدين يا آدم، هتعمل إيه؟ هتوافق تكمل في القسم الجديد ده؟ هو حاجة حلوة وتستاهل، بس طب أنا قلت هستخبى وسط العدد الكبير للقسم. هستخبى إزاي في وسط دول؟ ولو حد قال لي أصلك وفصلك، وشكلهم كلهم ولاد ناس. آدم. طب ولو حد عرف هيبقى الوضع إيه؟ آدم مش سعاد؟ اللي شاغل عقلك، طمني، حصل إيه في أول يوم كلية؟ زي ما بقولك كده يا جنى، كلنا 10 بس، وكلنا شهادة لله عاهات. طيب ما حلو قوي ده، متحف العاهات للذكاء الاصطناعي. أنا قلقانة سيكا. أول ما دخلت
خدت شوية نظرات من اللي هما. وانتي من امتى بيهمك يا بنتي؟ اللي يبص كده ولا كده بوم طاخ على حنطور عينه على طول. وهوب بقرار فصل تاني يوم. حلو، وتجيلي بقى تجارة القاهرة. قومي روحي يا جنى، أنا اللي غلطانة أصلاً إن بحكيلك. بس يا مس سعاد، ده اللي حصل بالظبط. ولا حصل حاجة. لا، مش فاهم. يعني ايه ولا حصل حاجة؟ بص يا آدم، انت من بكرة هتستلم الشقة الجديدة وهتعيش فيها إن شاء الله. ولو حد سألك أصلك وفصلك قول لهم إن أهلك متوفيين وخلاص كده. يا سلام، وخلاص كده؟ انتي أصلك ما شفتيش اللي معايا في الكلية، ده فيهم ابن الخربطلي بتاع العقارات. عبد السلام الخربطلي؟ هو. انتي تعرفيه؟ بسمع اسمه عادي يعني. ده غير ان كلهم شكلهم ولاد ناس بجد، باين عليهم من كلامهم ولبسهم وهيئتهم. انا حاسس اني هتفضح وسطهم يا مس سعاد. آدم، انت متعلم في أفضل مدارس وبتتكلم لغتين، خليك واثق من نفسك. بكرة تخلص الكلية وتروح على الشقة على طول. المفتاح أهو والعنوان في الورقة دي، وهتلاقي دولابك مليان هدوم أشيك حاجة. فهمني؟ في ايه يا ميسة؟ مالك؟ مفيش يا ماما، عبد الحميد رجع من الكلية منهار، في حد اتريق على اسمه وشكله. ما تنشفي كده وتخليه ينشف، انتي هتفضلي تدلعيه لحد فين؟ أدلعه؟ هو أنا كنت بشوفه إلا كل خميس وجمعة؟ انتي ناسية إنك فرضتي عليا وعليه يدخل مدرسة داخلية من وهو طفل. ميسة، مش هنفتح الكلام القديم تاني. انتي عارفة أنا عملت كده ليه ولا ناسية عملتك السودة؟ مش ناسية يا علوية هانم، مش ناسية، بس هو ملوش ذنب في كل ده. ذنبه إنك أمه. هاي يا كل الفانز الحلوين، أنا النهاردة هقول لكم على مفاجأة جامدة. أنا بقيت طالبة في كلية COD College of Design and AI، وفي قسم خاص جدا، وعشان كده مش هطلع لايفات كتير الفترة الجاية، لكن بفكركم إن كولكشن الشتاء بتاعي قرب ينزل. أنا عاملة ديسكاونت 10% بمناسبة دخول الجامعة. بحبكم كلكم، باي. يا ياسر، عملت ايه النهارده؟ اختاروني أنا و9 تانيين عشان نبقى في قسم خاص بيفتحوه السنة دي، هندرس فيه ال AI. وطبعا اختاروك عشان انت ابن عبد السلام الخربطلي. لا، اختاروني عشان من الأوائل على الثانوية العامة. يبقى اختاروك عشان انت ابن الخربطلي. ها، في حد منكم مش عايز يكمل في القسم؟ تمام. أي أسئلة؟ كان عندي سؤال يا دكتور، الشهادة النهائية هيكون مكتوب فيها ايه مختلف عن باقي القسم؟ قصدي اللي مش معانا. ده سؤال ذكي يا آدم. إحنا هنكتب التخصص الدقيق، يعني الشهادة هيكون مكتوب فيها علوم حاسب تخصص ذكاء اصطناعي. طيب يا دكتور، هل الكلية عندها أجهزة وكروت شاشة تسمح بتدريب نماذج زي ما بنشوف بره؟ كليتي في دبي كان فيها معمل كبير مجهز. ده سؤال كمان مهم يا ندى. الكلية فعلا متعاقدة على أجهزة وسيرفرات وكروت شاشة قوية جدا عشان تكون نواة لمعمل كامل لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مش هتقل عن اللي شفتيه بره. أنا عن نفسي مش قلقان غير من فواتير الكهرباء. ما تقلقش يا ستيفانوس. تيفا يا دكتور، تيفا. ستيفانوس ده خيال علمي، AI. هاي، أنا بسنت. ياسر الخربطلي. طبعاً ابن عبد السلام الخربطلي، أكبر مطور عقاري في مصر. واضح إنك مذاكرة كويس. الاسم لوحده براند، وأنا تخصص براندات. أنت مش بتشوف حساباتي على تيك توك وإنستجرام؟ لا للأسف، ماليش فيهم،
بتفرج على حاجات تانية خالص. آدم صح؟ التاني على الجمهورية في الثانوية العامة. وانت استيفانيوس صح؟ صح؟ تيفا يا زميلي، فكك من الأسامي الرسمية دي. ماشي يا تيفا. وأنا عبد الحميد. انت مش مخنوق من البتاعة اللي في رقبتك دي؟ قصدك إيه؟ الكرافتة؟ أيوة الخناقة دي. ما تفك كده يا عبده. سيبه على راحته يا تيفا. يا عم أنا قلبي عليه، الجو حر والرابطة دي قطع عنه الأكسجين. معك حق، وأدي الخناقة أهي. ممكن أسألك سؤال يا ندى؟ هو أنت فعلا زي ما قال دكتور رؤوف كنت بتدرسي نفس التخصص في الإمارات؟ أيوة. مش غريبة شوية تضحي بسنتين من عمرك عشان تعيبي الدراسة من الأول؟ ظروف يا تاليا. أنا أسفة إني سألت، مش قصدي أتدخل خالص والله، بس أنا بصراحة منبهرة إنك أخدتي القرار ده وبتبتدي من الأول. ساعات بتبقى القرارات الصعبة ضرورة يا تاليا، مش شجاعة. احنا حكاية جيل في عز الظلمة، قلبنا هو الدليل. انت بقى اللطيف اللي اتريق على اسمي، ها؟ ولا اتريقت ولا حاجة، ما كلنا في الهم سوا. انت بتقارن نفسك باسم الخربطلي؟ في ايه يا عم، مال خلقك ضيق كده؟ وسعوا شوية، السنة طويلة. في ايه يا شباب؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي، وهنبقى في وش بعض كل يوم. وانت ايه انت كمان؟ ولا فاكر انك عشان التاني على الجمهورية هتعمل فيها ألف علينا وجو مدارس الحكومة ده؟ ايه؟ مفيش حد عاجبك؟ ما تظبط كده بدل مظبوطك. ده انا هديك. تدي مين؟ انت لسه معرفتنيش. ايه ده؟ انت وهو وانت كمان على مكتب العميد حالا. احنا معد، احنا حكاية جيل يرسم لكل حلم البديل في عز الضلمة، قلبنا هو الدليل. والعدل لو يوم غاب بكرة لينا أكيد هيميل. احنا معايا